5 شواطئ لازم تزورهم لما تروح مطروح. تخيل انك ممكن تدخل حمام كانت بتدخله ملكة مصر ب 10 جنيه. برضه احنا في حمام كليوباترا، واحده من اشهر الملكات اللي اتشهرت باهتمامها بالجمال. اول جاكوزي طبيعي عرفته البشريه. الحمام عباره عن تشكيل صخري غريب مفتوح من اتجاهين بحيث ان ميه الامواج تدخل من فتحه وتخرج من الثانيه. شاطئ عجيبه واحد من اجمل الشواطئ اللي من كتر الجمال بتاعه فهم سموه شاطئ عجيبه. اوعى تزور مطروح من غير ما تزور اشهر شاطئ فيها، شاطئ عجيبه. اول ما هتوصل الشاطئ هتشوف بحر كبير ازرق في ازرق لدرجه انك هتحس انك مش على الارض من كتر الجمال. وشاطئ الهنا او مبارك سابقا اللي احنا موجودين فيه النهارده، يمكن ده مش اكتر شاطئ في مرسى مطروح الميه بتاعته صافيه جدا او نقيه زي شواطئ الابيض او اللاجونه او غيره من الشواطئ، لكن الشاطئ بيتميز بحاجه مهمه جدا وهو موجود في وسط البلد. لو انت نازل في وسط البلد هتلاقي جنبك كل الخدمات اللي هتحتاجها. محتاج ان انت ترجع الشقه بتاعتك، او محتاج حاجه من صيدليه، او تجيب حاجه من سوبر ماركت او من مطعم، او اي احتياجات انت بتحتاجها وانت قاعد على البحر هتقدر تجيبها بسهوله وانت قاعد هنا. كمان احنا هنا بنتكلم عن شاطئ عام، فمش محتاج لو انت مش هتاخد شمسيه ان انت تدفع تذكره علشان تدخل والكلام ده كله. حاليا احنا على بعد 24